السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي قناة ليرن ويز بثينة. راني جيتكم في فيديو جديد. هذه المرة راني جيت لطلاب طب أسنان بحكم أني نقرأ دوسيام اني وكاين بزاف اللي قالوا لي اشرح لنا لي كور تاع البروميير اني. في هذا الفيديو بإذن الله راني راح نشرح لكم الكور تاع لي جلوسيد في البيوشيمي، وهذا الفيديو يقدروا ثاني يعتمدوا عليه البيولوجيست اللي يقراوا بيولوجي ثاني عندهم كور في البيوشيمي اسمه لي جلوسيد، ما يقدروا يعتمدوا على الفيديو هذا ثاني. تبعوا معايا الفيديو للآخر. اول كور راح نقراوه باذن الله في الموديول تاع البيوشيمي هو لي جلوسيد. واش معناها لي جلوسيد؟ لي جلوسيد هما نفسهم لي سكر، هما السكريات. لي سكر نقدروا نقولوا عليهم ايدغات دو كربون اللي هما هيدروجينات الكربون. على سميناهم هيدروجينات الكربون يعني من الاسم تاعها معناها كما تروحوا للتركيبه الكيميائيه تاع لي جلوسيد هذو راح تلقاو الكربون، تلقاو الهيدروجين وتلقاو الاكسجين. هاو لكم هنا à cause de leur formule chimique brute de type CH2ON. اسمها هذه هي الصيغه الكيميائيه تاع لي جلوسيد. ومن بعد راح تلقاو كل سكر عنده الصيغه الكيميائيه تاعو. مثلا اي سكر تكون الصيغه الكيميائيه تاعو CH2O والان تاعو تساوينا الواحد. مثلا سكر واحد اخر تلقاو الصيغه الكيميائيه تاعو CH2O 2، هنا ان تاعو تساوينا 2 وهي رايحه. Ce sont des molécules organiques، هي عبارة عن جزيئات عضوية dont les carbons sont porteurs. هنا قالك بلي الكربونات تاع لي جلوسيد راح تكون حاملة الواش، ما تكونش ليبيري وحدها، ما تكونش وحدها حرة، راح تكون حاملة الواش سواء فونكسيون الكول وظيفة كحولية. الكحول هذا قادر يكون سيكوندير كما قادر يكون بريمير اللي هو قادر يكون كحول أو ثانوي أو كحول أولي. عندكم ثاني دون فونكسيون الديهيد او سيتونيك اللي هي وظيفه الديهيديه او وظيفه سيتونيه. من بعد راح نتعرفوا على الوظائف هذو، راح نشوفهم غير هما في الكور هذا. وبارفوا دون فونكسيون اسيد او اميني اللي هي وظيفه حمضيه او وظيفه امينيه. Il s'agit d'aldéhyde ou دي سيتون بولي هيدروكسيلي. هنا قالكم قادر يكون الديهيد كما قادر يكون سيتون. من بعد راح نعرفوا الديهيد واش هو والسيتون واش هو. راح تكون بولي هيدروكسيلي. واش معناتها بولي هيدروكسيلي؟ معناها كاين بزاف من الاو اش، تسمى تلقاو الكربونات لاصقين فيهم الاو اش. كار ان كربون اي بورتوز سوا دان الديهيد سوا دين سيتون. تو لي زوتر كربون سون بورتور دو فونكسيون الديهيد. هنا كيما تحكموا هذا الالديهيد تاعكم ولا سيتون تاعكم اسمهم هما نوع من انواع لي جلوسيد، راح تلقاو كربون واحد فقط حامل سواء الالديهيد سواء السيتون، وباقي الكربونات كامل راح تكون حامله الواش، حامله فونكسيون الكول اللي هي وظيفه كحوليه. هذه يعني مجرد مقدمه صغيره يمدلكم يعني نظره شامله على واش كاين في الجلوسيد. يعني كما تشوفوا هكذا مقدمه ما تدخلوا ما والو، ما تقولوش شو هذا شو الديهيد شو سيتون. هنا يمدلكم يعني بصفه شامله. من بعد رايحين تقراو يعني كلش يمدلكم كل حاجه واش فيها باذن الله رايحين تفهموا. اول حاجه راح نبداو بها هي كلاسيفيكاسيون دو غلوسيد اللي هي الاقسام تاع لي غلوسيد. اون ديفيز لي غلوسيد اون دو غروند كلاس لي زوز اي لي زوزيد. سما كما تحكموا لي غلوسيد تاعكم اللي هما السكريات راح تلقاوهم ينقسموا الى اثنين، لي زوز اي لي زوزيد. لي زوز اللي هما سكريات بسيطه ولي زوزيد اللي هما السكريات المركبه او المعقده. لي زوز ثاني بالدور تاعهم ينقسموا لاثنين، لي زالدوز اي لي زيتوز. ولي زوزيد ثاني بدورهم ينقسموا لاثنين، لي اولوزيد اي لي ايتيروزيد. ولي اولوزيد ينقسموا ثاني لاثنين، اوليكوزيد وبولي اوزيد. يعني هذا مخطط يعني صغير فقط ينعت لكم واش كاين في لي جلوسيد. رايحين نبداو باول كلاس في لي جلوسيد اللي هي لي زوز. لي زوز ابلي اوسي سكر سامبل او مونوساكاريد. سكر سامبل معناتها سكريات بسيطه، او مونوساكاريد معناتها احاديه السكر. مونو في اي حاجه اي كلمه تحكموا تلقاو فيها مونو هي الاولى معناها راهي معناها احادي. مثلا احاديه السكر، احاديه التركيبه وهي رايحه. نون هيدروليزابل معناها غير قابله للتحلل وين في الماء. هنا بالضبط اللي قلنا هاك هنا لانه الليزوز
هي عبارة عن سكريات بسيطة، معناها راهي في أبسط حالاتها، ما نقدروش يعني نبسطوها أكثر من هاك، على بها قلنا بلي غير قابلة للتحلل في الماء. sont divisés en deux catégories les aldoses et les cétoses. كما قلنا قبل في المخطط تاعنا بلي ليزوز راح تنقسم لي زالدوز اي لي سيتوز. لي زالدوز مع واش عندهم فونكسيون الديهيد اللي هي سي اش او، من بعد راح نتعرفوها، راح تكون في ذرة الكربون رقم 1. اي لي سيتوز اللي عندها فونكسيون سيتون اللي راح تكون سي او وين في ذرة الكربون رقم 2. هذو في زوج راح نتعرفوا عليهم من بعد، تعرفوا على التركيبة تاعهم، على الصيغة تاعهم، على كلش. Enfin, chacune de ces catégories contient des os plus ou moins grosses qui sont classées selon le nombre d'atomes de carbone. هنا رايحين نكلاسيو هذو سواء لي زالدوز ولا لي سيتوز، راح نكلاسيوهم على حسب واش، على حسب لو نومبر داتوم دو كربون، على حسب عدد ذرات الكربون. مثلا كما تكون عندنا 3 اتوم دو كربون، 6 ذرات تاع كربون، راح نسميوهم تريوز. اذا كانوا 4 راح نسميو تيتروز، اذا كانوا 5 راح نقولوا بنتوز، اذا كانوا 6 راح نقولوا هيكسوز، واذا كانوا 7 راح نقولوا هيبتوز. Ainsi, on aura selon le nombre de carbone et selon la fonction carbonylique. هنا باش تروحوا تسميو سواء الدوز ولا سيتوز راح تعتمدوا على زوج حوايج اللي هما لو نومبر دو كربون اي الفونكسيون كربونيليك اللي هو اسم عدد الكربونات، والوظيفه تاعكم اللي قادر تكون وظيفه الديهيديه او وظيفه سيتونيه. شوفوا نتوما كما يكون عندكم سكر، واش اول حاجه يعني ديروها له؟ مثلا كما يكون عندنا شخص، اول حاجه راح نتعرفوها عليه هو اسمه، هكذاك السكر تاعنا، السكر تاعنا لازم اول حاجه راح نتعرفوها عليه هي اسمه. كيف راح نتعرفوا الاسم تاعو؟ الاسم تاع السكر يرتبط بزوج حوايج اللي هي لا فونكسيون ولو نومبر دو كربون. لا فونكسيون واش معناها لا فونكسيون؟ هي الوظيفه. عرفنا من قبل وحنا نعرفوا كاين زوج وظائف اللي هما الوظيفه الالديهيديه والوظيفه السيتونيه، معناها الديهيد ولا سيتون. كما يكون عندكم الديهيد او سيتون، هنا كما يكون عندكم الديهيد نقولوا الدو، هذه في بدايه الاسم. اذا كان سيتون راح نقولوا سيتو، هذه في بدايه الاسم. ومن بعد باش راح نتكملوا بلو نومبر دو كربون. لو نومبر دو كربون راح يكون اكبر او يساوي 3. هنا اذا كان مثلا عندكم كربون فيه ثلث عفوا ماشي كربون، قصدي سكر فيه 3 كربونات، راح تقولوا تريوز. سموش راح تقولوا مثلا عندكم لا فونكسيون الديهيد، يخي قلنا الدو، ومن بعد لو نومبر دو كربون 3، سما نقولوا تريوز، سما نقولوا الدو تريوز. مثلا عندكم لقيتوا لا فونكسيون سيتون، واش راح تقولوا سيتو، ومن بعد باش تكملوا الاسم راح قلنا نكملوه بلو نومبر دو كربون. مثلا عندكم 4 كربونات، واش نقولوا تيتروز، سما نقولوا سيتو تيتروز. هذه هي التسميه كيفاه جات. هنا مدلكم هذا الجدول يعني تعرفوا به التسميه. هنا مدلكم لو نومبر دو كربون اللي هو عدد الكربون، لا فونكسيون الديهيد اللي هي سي اش او راح تكون لنا في الكربون رقم 1، وعندكم لا فونكسيون سيتون اللي هي سي او اللي راح تكون في الكربون رقم 2. هنا كما يكون لو نومبر دو كربون 3 كما قلنا قبيل، وتكون كاينه لا فونكسيون الديهيد راح نقولوا الدو تريوز كما فهمتكم. كما يكون عندكم لو نومبر دو كربون 3 ولا فونكسيون سيتون نقولوا سيتو تريوز. كما يمدلكم مثلا سكر فيه 6 كربونات، راح تقولوا وتلقاو ثاني لا فونكسيون الديهيد اللي هي سي اش او، قلنا في ذرة الكربون رقم 1 راح نسميوه الدو هيكسوز. واذا كانت فونكسيون سيتون اللي قلنا هي سي او راح تكون في ذرة الكربون رقم 2 راح نقولوا سيتو هيكسوز. يعني هذا واش مدلكم في الجدول تاعكم هذا. نكملوا مع بعضنا الكور تاعنا. لو بلو كورون سون يعني اللي معروفين بزاف بور لي هيكسوز. واش معناتها هيكسوز؟ معناها فيهم 6 كربونات، وقد يكونوا لنا ديزالدوز ولا قد يكونوا لنا ديسيتوز، اللي هما شكون؟ الغلوكوز ولو غلاكتوز ولو فركتوز اي لو مانوز. هذوما يعني اللي معروفين بزاف في الهيكسوز. من بعد راح نعرفوا الصيغه تاعهم وكيفاه يتمثلوا. اي بور لي بنتوز. واش معناتها بنتوز؟ معناها فيهم 5 ذرات كربون، هو اللي الريبوز وعندنا ديزوكسي ريبوز. هذو هما زوج اللي يكونوا معروفين بزاف في البنتوز. هذو يعني اسئله قدر يكونوا لكم في لي كيسيون دو كور، الاسئله المتعلقه بالكور راح تلقاهم في الكونترول تاعكم.
Les atomes de carbone sont numérotés par ordre croissant à partir du carbone le plus oxydé en haut et le carbone le moins en bas. هنا قالكم كما تحكموا مثلا اللوز تاعكم كيف راح نديروا الترقيم تاعو. الترقيم تاعو راح يكون يعني بطريقه متزايده، يعني من الكربون رقم 1 حتى الكربون يعني رقم 7 على رقم 6. هنا قالكم من الكربون اللي يكون يعني اكثر تاكسد اللي راح يكون في الاعلى، والاقل تاكسد اللي راح يكون وين يكون في الاسفل. مثلا هنا مديلكم هذا السكر فيه 5 كربونات. وشو ثاني حاجه الاخرى نشوفوا ليها هي الوظيفه مديكم CHO اللي هي الوظيفه الالديهيديه، لا فونكسيون الديهيد. هنا سما كيف راح نسميوه الدو بنتوز. هذا هو يعني تسميه تاع السكر هذا تاعنا. هنا كيف راح نترقموا؟ كاين مثلا واحد ما على بالوش يجي رقم من الاسفل ويطلع، هنا طريقه خاطئه، لازم ترقموا من الاعلى وتهبطوا. سما ترقموا هكذا 1 2 3 4 5. اسم الترقيم راح يكون باغ اوردر كرواسونت من الصغير للكبير بطريقة متزايدة. هنا مثلا عندنا هنا هو عبارة عن واش؟ هو عبارة عن الديهيد فيه لا فونكسيون هو عبارة عن الدوز عفوا فيه لا فونكسيون الديهيد هي CHO راح تكون في ذرة الكربون رقم 1 هذه ديما، وفي ذرة الكربون الاخرى خلاص راح نلقاو CH2OH. هذه CH2OH راح نلقاوها سواء عند الالدوز ولا عند السيتوز، ديما في ذرة الكربون الاخرى راح نلقاو CH2OH. هنا بالنسبه لحكايه هذيك تاع الكربون بلي اوكسيدي ومون اوكسيدي، ديما اللي راح يكون في الاعلى راح يكون بلي اوكسيدي، واللي يكون في الاسفل راح يكون مون اوكسيدي، يعني الاخر يكون اكثر تاكسد والاخر راح يكون اقل تاكسد. كما قلنا قبل في المقدمه تاعنا كما تحكموا اللوز تاعكم راح تلقاو ذره كربون وحده حامله الواش حامله لا فونكسيون سواء تكون لا فونكسيون الديهيد ولا لا فونكسيون سيتون، باقي الكربونات راح تكون حامله الواش تكون حامله الفونكسيون الكول. هنا الفونكسيون الكول عندهم اخي قلنا سواء تكون فونكسيون الكول بريمير ولا فونكسيون الكول سيكوندير. هنا في الرسم تاعنا شكون هي لا فونكسيون الكول سيكوندير وشكون هي لا فونكسيون الكول بريمير؟ هنا نستبعدوا علينا نحيو علينا لا فونكسيون الديهيد اللي هي CHO سما سي بون. نشوفوا الاخرين شكون ذره اللي لاصقه مع ذره كربون رقم 2 و3 و4 نقولوا لهم فونكسيون الكول سيكوندير، وعندكم اللي لاصق مع ذره كربون رقم 5 راح نقولوا عليها لا فونكسيون الكول بريمير. هذه ديما اللي يكون في ذره كربون الاخر راح نقولوا فونكسيون الكول بريمير. هنا مديكم اكزامبل قالكم لو غلوكوز ايتان الدوهيكسوز. هنا الدوهيكسوز معناتها راهو الدوز وهيكسوز معناها فيه 6 كربونات. إيلو فريكتوز إيتان سيتوهيكسوز معناتها راهو عبارة عن سيتوز معناها فيه وظيفة سيتونية، وهيكسوز معناها فيه 6 كربونات. Selon la représentation de Emil Fischer, la structure linéaire معناتها البنية الخطية peut être schématisée comme suivante. شوفوا مثلا وكان تحكموا تمرين ولا حاجه يعني في متعلقه بالجلوسيد راح تلقاو اللوز تاعكم مكتوب على الشكل هذا. شوفوا مثلا كيما هنا عندكم الدوز قلنا يبدا في وظيفه الديهيديه. يبدا بالسي اش او اللي هي الوظيفه الالديهيديه، وكان جا مثلا عباره عن سيتوز راح يبدا بالسي اش 2 او اش ويخلص بالسي اش 2 او اش. بصح هنا اللي عرفنا بلي هو الدوز بدا بالسي اش او وخلص بالسي اش 2 او اش، وفيه سي اش او اش هنا بين قوسين ندير لكم 4 معناها في ذره كربون رقم 2 راح نلقاو سي اش او اش، في ذره كربون رقم 3 راح نلقاو سي اش او اش، في ذره كربون رقم 4 راح نلقاو سي اش او اش، وفي ذرة الكربون رقم 5 راح نلقاو سي اش او اش. ذرة الكربون الاخرى كما قلنا ديما راح نلقاو سي اش 2 او اش. هنايا فيشر ما عجبتوش هذه الطريقه، قال لك نروح نبسط يعني اكثر من هكذا، عليها راح دار لكم هذا التبسيط هذا. مثلا كيما هنا الالدوهيكسوز اللي هو الغلوكوز واش راح يدير؟ رايح يمثل لكم كلش، يمثل لكم الهيدروجين الاكسجين والكربون، يمثل لكم كلش بصح بطريقه واش؟ بطريقه خطيه ستركتور لينيير معناتها بنيه خطيه.
هنا مثلا هنا عندكم CHO، عندكم ذرة كربون رقم 2 CHOH مثلها لكم. ديما الOH تكون مع بعضها يكونوا مع بعضهم والH تكون وحدها، وهي رايحه مع الاخر تكون لكم CH2OH. هذه هي الطريقه تاع فيشر، لا بريزونطاسيون تاع فيشر تاعنا. قال لكم cette représentation peut être simplifiée selon la convention de Richten. هذا ريشتن هذا زدرنا حاجه خلاف. Les hydroxyles اللي هما OH sont indiqués par des traits horizontaux. سمعنا ال OH راح نمثلهم بخطوط وشبيهة أفقية. Et les atomes de carbone ne sont pas indiqués. كما هنايا ذرات كربون ممثلهم لكمش. سمعنا راهو عكس فيشر مثل لنا كلش، مثل لنا كربونات، مثل OH، مثل الH، مثل كلش. بصح ريشتن هذا راح مثل لنا ال OH بخطوط أفقية، والسي ممثلناش خلاص ذرات كربون. كما هنا مثلا في الغلوكوز وفي الفراكتوز ها كيف مثل لكم. سمعنا ما مثل والو. OH مثلها بخط أفقي، الH ما مثلهاش، والسي ثاني ما مثلهاش. هذا هو ريشتن واش دار. خلصنا من ليزوز ودوك نروحو نمرو ليزوزيد. ليزوزيد اللي هي عبارة عن سكريات معقدة أو مركبة. sont des polymères hydrolysables، معناها غير قابلة للتفكك ولا التحلل في الماء. من الاسم تاعها معقدة ولا مركبة، معناها تقدر أنها تولي في حالتها البسيطة. باش تولي حالتها بسيطة لازم تتفكك لنا وين؟ في الماء. sont obtenus par condensation ديزوز. سمعنا تكاثف تاع ليزوز ولا تجمع تاع ليزوز، السكريات البسيطه راح يمدلنا ديزوزيد. سمعنا ليزوزيد واش تساوينا مجموعه من السكريات البسيطه اللي هي ليزوز. لا كوندونساسيون دو بليزيور اوس، معناتها التجمع ولا التكاثف تاع بزاف من السكريات راح تمدلنا دون دي اولوزيد دي ايتيروزيد. كما قلنا قبيله في المخطط تاعنا بلي ليزوزيد راح تكون يا اما اولوزيد ولا راح تكون لنا ايتيروزيد. عندكم الاولوزيد راح تنقسم لاثنين ثاني، اوليغو اولوزيد ولا بولي اولوزيد. اوليغو اولوزيد lorsque le nombre de doses est inférieur à 10. هنايا راح تلقاو بلي السكريات البسيطه تاعكم ليزوز هذوك راح يكونوا اقل من 10. مثلا تلقاو 9 ولا 8 لاصقين مع بعضهم، نقولوا هذا عباره عن واش؟ عباره عن اوليغو اولوزيد. ونعطي لكم امثله، مثلا ساكاروز، لاكتوز، سيلوبيوز، وعندكم الغافينوز. كما تحكموا راح تلقاو عدد الليزوز تاعهم راح يكون اقل من 10. polyoloside lorsque le nombre dose est supérieur à 10. سمعنا تلقاو ليزوز اللي هما عدد الكربونات عدد السكريات البسيطة راح يكون أكبر من 10. هذه عكس الأوليغو أولوزيد. on les appelle aussi دي بوليساكاريد او ديزوزان. نقدروا نقولوا عليهم بوليساكاريد معناها متعدده السكر، ونقولوا عليهم اوزان. نعطيكم ثاني امثله كما سيليلوز، كما الايمي سيليلوز، وكما لاميدون، وكما الغليكوجين. هذو لازم يتحفظوا. من بعد نمروا الايتيروزيد. ايتيروزيد condensation dose et de substance non glycidique، معناها تجمع تاع ماء تاع ليزوز وشكون ثاني وتاع substance non glycidique. على عكس هذا الاولوزيد، اولوزيد راح يكون عباره عن كوندنساسيون تاع ليزوز فقط. مي في الايتيروزيد راح يكون لا كوندنساسيون تاع ليزوز وتاع substance non glycidique اللي هي مواد غير يعني غير سكريه. appelé ici des aglycones de nature lipidique. قادر تكون من طبيعة ليبيدية، قادر تكون من طبيعة بروتينية، وقادر تكون جروبمون شيميك اللي هو مجموعة كيميائية. سمعنا كما تحكموا الايتيروزيد تاعكم راح نلقاو عبارة عن اوز بلس واش بلس سبستانس نون غليسيديك راح نسميوها واش؟ اغليكون. هنا كاين عندكم او ايتيروزيد راح يكون اغليكون لي ان اوز باغ ان اتوم دوكسيجين، على بها قلنا او. عندكم مثلا ثاني ان ايتيروزيد رايحه تكون عباره عن اغليكون لي ان اوز باغ ان اتوم دازوت. من التعريف تاع قبيل قلنا بلي الايتيروزيد راح يكون عباره عن اوز مع سبستانس نون غليسيديك لاصقين مع بعضهم. كما هنا في هذه الحاله راح نكونوا لاصقين مع بعضهم بواسطه ذره الازوت، وذره الازوت الرمز تاعها ان. عليها هنا سمينا الايتيروزيد تاعنا هذا ان ايتيروزيد.
سمعنا واش قلنا على لي زوزيد هي عباره عن سكريات مركبه تكون قابله للتحلل في الماء، وهي كيف نتحصلوا عليها بواسطه لا كوندونساسيون تاع لي زوز. سمعنا تجمع تاع السكريات البسيطه مع بعضها راح تمدلنا لي زوزيد ينقسموا لزوج، لي اولوزيد ولي ايتيروزيد. لي اولوزيد راح ينقسموا بالدور تاعهم ثاني لاثنين، اوليغو اولوزيد اللي راح يكون عدد السكريات البسيطه اللي لاصقين مع بعضهم يكون اقل من 10، والبولي اولوزيد اللي راح يكون العدد تاع لي زوز تاعنا اكبر من 10. ومدلكم يعني امثله عن كل وحده. ومن بعد الايتيروزيد راح يكون عباره عن واش، راح يكون عباره عن التصاق تاع لي زوز مع سبستانس غليسيديك اللي هما السكريات البسيطه مع مواد غير سكريه اللي راح نقولوا عليها اغليكون. هذه الاغليكون قادر تكون من طبيعه ليبيديه، قادر تكون من طبيعه بروتينيه، كما قادر تكون عباره عن مجموعه كيميائيه. ومدلكم زوج امثله مثلا كما الاو ايتيروزيد وكما الان ايتيروزيد. او هي ترمز للاكسجين، اسمها الاغليكون راح يكون مرتبط بالسكر بواسطه ذره الاكسجين، والان ايتيروزيد اللي هي الاغليكون تاعنا راح يكون مرتبط بالسكر تاعنا بواسطه ذره تاع ازوت. يعني هذا واش يتعلق بليزوزيد. درك نمروا لحاجه خلاف في الكور تاعنا اللي هي ستيريو ايزومير اللي هما المماكبات. Comme exemple, dans la molécule de glycéraldéhyde 3C. هذا الجليسرالديهيد هو نوع من انواع ليزالدوز، ينتمي لليزالدوز. هنا اللي عرفناها مكتوبه الديهيد، جليسرالديهيد. الديهيد معناها راهو فيه وظيفه الديهيديه، اون فونكسيون الديهيد. ودالكم بين قوسين 3C معناها فيه ثلث كربونات. بدل فيه ثلث كربونات وفيه فونكسيون الديهيد، واش نقدروا نسميوه الدو تريوز. هذا هو الاسم تاعو. لو كربون سي دو هما هذو الاسماء تاع الدو تريوز والدو تيتروز والدو بنتوز. هذو كامل هنا راهي تسميه اوليه فقط، بصح من بعد كل واحد عنده الاسم تاعو المتخصص. كيما هذا جليسرالديهيد هو عباره عن واش، عباره عن الدو تريوز، بصح الاسم تاعو يعني اكزاكت هو جليسرالديهيد. قالكم لو كربون C2 pourtant 4 substitutions différents édite un carbone asymétrique. قالكم على مستوى ذرة الكربون رقم 2 راح نلقاو 4 يعني وحدات ولا يكونوا مختلفين. يخلي كيما على بالنا باللي ذرة الكربون تقدر دير 4 روابط مع ذرات خلاف ولا. تكون عطيتلكم الشكل كيفاه. شوفوا هذه هي لا ريبريزونطاسيون تاع الجليسرالديهيد تاعنا. خي كنا فيه سي 3 وهو عباره عن الدوس ما فيه لا فونكسيون الديهيد. هاي تلقاو لا فونكسيون الديهيد هي الاولى سي اش او، ومن بعد تلقاو السي، ومن بعد في الاخر قلنا ديما راح تكون سي اش 2 او اش. هذا هو الجليسرالديهيد تاعنا. قال لكم على مستوى السي 2 تاعنا ذره الكربون الثانيه واش راح تلقاو 4 سبستيتيون ديفيرون. وصح شوفوا ذره الكربون سي ثانية راح تلقاو دير رابطة مع او اش، ودير رابطة مع اش، ودير رابطة مع سي اش او، ودير رابطة مع سي اش 2 او اش. هنا لو كان تحكموا كل وحدة ما تشبه لاختها لا بها قلنا 4 سبستيتيون ديفيرون. هنا واش راح نقولوا ليها راهو عبارة عن كربون واش، كربون اسيمتريك. علاه قلنا كربون اسيمتريك؟ خي سيمتريك معناتها متناظر. مي هنا وحده ما تشبه لاختها، تسمى ما كانش البلان تاع ما كانش محور التناظر. بعدا ما كانش محور تناظر اسمها نقولوا هو عباره عن كربون اسيمتريك، معناها راهو ماهوش متناظر. ديما لقيتو قبل الكلمه معناها راهي تدل على الضد تاعها. سيمتريك معناها متناظر، اسيمتريك معناها غير متناظر. هذا هو واش يقصد لك لهنا. دو كونفيغوراسيون نون سوبربوزابل. هنا واش معناها باللي لو كان تروحوا تقسموا الجليسرالديهيد تاعكم هذا في النص، مثلا وتجيو تطبقوه ما يطبقش على بعضها، لانه من الفوق راح تلقاو سي اش او ومن تحت تلقاو سي اش 2 او اش. اسمها وحده ما تشبه لاختها، هنا ما يقدرش يطبق على بعضها. مي ايماج لون دو لوتر دون ان ميروار سون بوسيبل سون ديت انونسيومير. هنا بصح لو كان تحطوه في قدام لا ميروار تاعكم، قدام مرآة ولا، راح تلقاو ليماج تاعو اسمها يجي نفسها مي يكون معكوس، كلش يكون معكوس. انا واش نقولوا عليهم انونسيومير. كما تحط مثلا حاجه وتشوفوا لو تشوفوا النظير تاعها في المرايه اللي قدامها، هنا راح نقولوا عليهم انونسيومير.
qui ont des propriétés physiques et chimiques identiques. راح تكون هذو الانونسيومير هذو راح تكون عندهم خصائص فيزيائية وكيميائية متماثلة. Ils ne diffèrent que par leur activité optique. هنا راح نكون مختلفين في حاجة واحدة اللي هي l'activité optique تاعهم، النشاط الضوئي تاعهم. L'un dévie le plan de la lumière à droite يكون plus et dite d'extrogir, l'autre à gauche moins et dite livogir. شفتوا لي زينونسيومير كيما تحطوهم في الضوء واش راح يصرى؟ رايحين ينحرفوا. كما رايحين ينحرفوا. هو لي زينونسيومير بصفه عامه اللي يكون عندهم لازم يكون عندهم كربون اسيمتريك. علاش تيكون واحد؟ باش واش يصرى كيما تقيسوا الاشعه تاع الشمس رايحين ينحرفوا. هذو رايحين ينحرفوا يا اما في الاتجاه تاع اليمين ادروات راح نقولوا عليهم ديكستروجير، وكاين رايحين ينحرفوا اغوش ويكونوا موا راح نقولوا عليهم ليفوجير. هذا هو واش يقصد لكم لهنا. ومن بعد ما نديلكم امثله على دي غليسرالديهيد، عطاكم لاكتيفيتي اوبتيك تاعو بلس 14 وعندكم غليسرالديهيد موان 14. هما في زوجهم الدي والال هم في زوج عباره عن دي زينونسيومير مي يختلفوا غير في الاخر في لاكتيفيتي اوبتيك، بصح راح تلقاو عندهم نفس لي بروبريتي سواء فيزيك ولا شيميك. شوفوا زدت نفهمكم مليح في حكايه هذو لي زينونسيومير ونفهمكم بالذات في هذه الال والدي. مو قلتوا تلقاو الال والدي وتقولوا شو هذه الال والدي، دوك نفهمكم. شوفوا كيما هنا نبداو بالدي. علاه مثلا تلقاو مثلا يقول لكم دي غليسرالديهيد ولا يقول لكم دي مثلا حاجه خلاف سكر خلاف. هذه الدي راهي مرتبطه بالاو اش تاع الكربون اللي يكون ما قبل الاخير. تروحوا تشوفوا هذيك الاو اش اذا كانت في اتجاه اليمين راح تقولوا هذا راهو دي منه دوات دي دوات. وكاين اذا لقيتوا الاو اش باتجاه اليسار راح تقولوا ال. هذه يعني منين جات ال والدي اسمها هذه. كاين اللي ينتمي لا سيري دي وكاين اللي ينتمي لا سيري ال. هذه هي ليسونسيال. نتوما باش تروحوا تعرفوا اسكو راهو ينتمي للدي ولا للال تروحوا تشوفوا للاو اش اللي لاصقه في الكربون اللي يكون قبل الكربون الاخير. هذه دي معك باش تعرفوا اسكو راهو ال ولا دي. كيما هنا هذو في زوج راهم عباره عن دي زينونسيومير. على دي زينونسيومير لانه هنا لو كانت تلاحظوا راح تلقاو باللي هذو لي زوز في زوج راهم يتشابهوا في الكربونات كامل ما عدا الكربون رقم 4. في الكربون رقم 4 في سكر واحد تلقاو الاو اش متجهه نحو اليمين، وفي كربون واحد اخر تلقاو الاو اش متجهه نحو اليسار. على بها قلنا عليهم باللي راهم دي زينونسيومير. انا من بعد في لي زيكزارسيس ولا في لي كونترول راح يمد لكم مثلا مجموعه من لي زوز ويسميهم لكم مثلا ا والبي والسي والدي، ومن بعد يقول لكم مثلا في لي كيسيون يقول لكم ا اي بي وشو هما. تقولوا انونسيومير مثلا انونسيومير اون نواج اون وتسمي له الكربون اللي مختلفين فيه مثلا ا اي بي انونسيومير اون سي 3 مثلا. هكذا يعني تكون طبيعه لي كيسيون على لي انونسيومير. Lorsqu'une molécule a plusieurs centres de chiralité، شو معناتها plusieurs centres de chiralité؟ معناها فيها كربون اسيمتريك، فيها اكثر من كربون اسيمتريك. وقبيله عرفنا واش معناها كربون اسيمتريك. هو الكربون اللي يكونوا لي 4 سبستيتيون تاعو واحد ما يشبه الاخر. واش راح نقولوا عليهم هذو؟ اون بارل دو دياستيريو ايزومير. اسمها دياستيريو ايزومير هما اللي يكون عندهم اكثر من كربون اسيمتريك plusieurs centres de chiralité. هذوما لي دياستيريو ايزومير. De façon générale, pour un carbone asymétrique, il y a 2 à la puissance n stéréoisomères et 2 à la puissance n-1 couple d'énantiomères. درك نفهمكم مليح كيف راح تحسبوا لو نومبر دي ستيريو ايزومير. لو نومبر دو ستيريو ايزومير باش تحسبوه راح تحسبوه بالعلاقه هذه تاع 2 أس ان. 2 تكون ثابته مي الان تختلف. الان قال لكم هي لو نومبر تاع ماده الكربون اسيمتريك. نتوما باش تعرفوا العدد تاع الكربونات غير متناظره واش تروحوا ديروا تشوفوا اسكو راهو الدوز ولا سيتوز. اذا كان الدوز تحسبوا عدد الكربونات كامل تاع الالدوز تاعكم وتنقصوا منها 2.
هذه راهي قاعده يعني تخدموا بها ديما في ليزيكزارسيس. وفي السيتوز تحكموا ديروا سي توتال اللي هي عدد الكربونات كامل تاع السيتوز تاعكم هذا، وتنقصوا منها 3. ودوك نعت لكم هذه علاه تنقصوا 2 وعلاه تنقصوا 3. شوفوا كما تكونوا في الدوز معناها عنده فونكسيون الديهيد كما ديما نقولوا، سما راح يبدا لنا بالسي اش او ويخلص لنا بالسي اش 2 او اش. حنا هنا لا قلنا بلي سي توتال موان سي موان دو هذيك تاع ما تاع لا فونكسيون الديهيد وتاع لا فونكسيون الكول بريمير. هذه ديما هذو هما في زوج اللي راح يكونوا لنا دي كربون سيميتريك، الباقي كامل راح يكونوا لنا دي كربون اسيميتريك. مثلا عندنا السكر هذا وحابه نحسب له الاخر الستيريو ايزومير تاعو. كيف رايحين نديرو؟ خي قلنا 2 أس ان، و ان هي السي توتال موان 2. هنا السي توتال قد عندنا 1 2 3 4 5 نقصوا منها 2 سما 3. ديروا 2 أس 3 رايحين تعرفوا تلقاو عدد لي ستيريو ايزومير تاعكم. سما تقولوا كاين 8 ستيريو ايزومير، و8 ستيريو ايزومير هذو ديما رايحين ينقسموا لزوج. ينقسموا سما للنصف. تلقاو 4 ينتميو لا سيري دي و4 ينتميو لا سيري ال. هذه ديما لي ستيريو ايزومير لازم تقسموهم على النص، نص يروح لا سيري دي ونص يروح لا سيري ال. دوك نمروا لي سيتوز خي قلنا يبدا بالسي اش 2 او اش، وفي ذره الكربون رقم 2 راح تلقاو سي او اللي هي الوظيفه السيتونيه، ومع الاخر راح تلقاو سي اش 2 او اش. سما 3 منين جاتنا من هذه جاتنا من سي اش 2 او اش والسي او هذيك لا فونكسيون سيتون والسي اش 2 او اش. هذو في 3 هما عباره عن دي كربون وش بهم سيميتريك، والباقي راح يكون لنا دي كربون اسيميتريك. مثلا كيما هنا كيف راح نحسبوا لي ستيريو ايزومير؟ نديرو سي توتال موان 3، والسي توتال قد عندنا 5 وتنقصوا منها 3 راح تجيكم 2. ديروا 2 أس 2 يخرج لكم 4 ستيريو ايزومير. قلنا ديما تقسموهم على النص سما يجيكم 2 ينتميو لا سيري دي و2 ينتميو لا سيري ال. شوفوا درت لكم اكزرسيس صغير باش تعرفوا به حكايه لي ستيريو ايزومير هذو كيف تحسبوهم، كيف راح يكون التمرين تاعكم. راح يمد لكم صيغه يعني مجمله كيما هنا سي اش او اش 2 ومن بعد سي اش 2 او اش. هنا هذه هي الصيغه يعني تاع السكر تاعنا. هنا هذا السكر تاعنا كيما تروح تقول مثلا اي واحد تقولوا مثله لي، هنا كل واحد راح يمثله بطريقه خلاف، على بها نقولوا المماكبات، يعني كل واحد وطريقته كيفاه. كيف راح نترسموا؟ خي قلنا هنا اول حاجه تروحوا تشوفوا لا فونكسيون تاع سي اش او، اسمها هي عباره عن فونكسيون الديهيد، اسمها هو عباره عن الدوز. بدل هو عباره عن الدوز راح نطبقوا القاعده تاعو اللي قلنا عليها قبيل. اسمها اخي هو الستيريو ايزومير هي 2 اس ان، والان هي عدد الكربونات اللي يكونوا غير ماشي متناظرين لي كربون اسيميتريك. وباش تحسبوا لي كربون اسيميتريك كاين شرط ما بين لي زالدوز و لي سيتوز. لي زالدوز ديروا سي توتال موان 2 كيما هنا قد عندنا من سي نحسبوا قد من سي تلقاو 4 تنقصوها من 2 راح تلقاو 2. ومن بعد عندكم اللي تغلطوا تروحوا تقولوا بلي لي ستيريو ايزومير 2 هذا كاين بزاف اللي يغلطوا فيها، تروحوا ديروا 2 اس ان. الان قد لقيناها 2 سما ديروا 2 أس 2 راح تلقاو 4 ستيريو ايزومير، يعني 4 مماكبات. يعني راح تقدروا ترسموه على 4 اشكال. من بعد خي قلنا ديما تروحوا تقسموا هذوك لي ستيريو ايزومير. خي عندنا 4 تقسموهم على 2 سما يجيكم 2 ينتميو لا سيري دي وعندكم 2 راح ينتميو لا سيري ال. هذا هو الرسم كيف راح يكون. عندكم راح يجوكم المماكبات A والبي والسي والدي. هذا هو يعني كيف هذا هو معنى تاع لي ستيريو ايزومير وكيف تحسبوهم وكيف راح يكون التمرين عليهم، يعني ساهلين خلاص وتقدروا تجيبوا منهم نقاط. ولي زينونسيومير سهله تروحوا ديروا 2 اس ان ناقص 1. والان خي ديما قلنا بالنسبه لي زالدوز ديروا سي توتال موان 2 وبالنسبه لي سيتوز ديروا سي توتال موان 3 وتحسبوا عادي وتنقصوا منها الواحد وديروا 2 اس هذيك اللي لقيتوها. هذه هي كيفاه. درك نمروا لاكتيفيتي اوبتيك دي زوز اللي هي النشاط الضوئي تاع السكريات.
En solution, les formes énantiomères d'une molécule portant au moins un carbone asymétrique كيك في محلول لازم الأشكال تاع النظائر تاعنا تاع جزيئة ما واش تحمل على الأقل كربون واحد يكون اسيمتريك. سما هنا باش تحقق الشرط تاع لاكتيفيتي اوبتيك باش هذيك الموليكول تاعنا دير نشاط ضوئي لازم تكون عندها على الاقل كربون اسيمتريك واحد. بريزونت دي بروبريتي اوبتيك ديفيرونت هذو لي زينونسيومير راح يكون عندها خصائص ضوئيه مختلفه. elles sont douées d'une activité optique et que chacune d'entre elles dévie de manière spécifique. قالك لنا باللي كل واحد من لي زينونسيومير هذو رايح يعني ينحرف بطريقة نوعية يعني خاصة به هو. Le plan de polarisation d'une onde monochromatique polarisée d'un angle égal en valeur absolue mais de sens inverse. Cette propriété est caractérisée par le pouvoir rotatoire spécifique. سمعنا لازم لي زينونسيومير هذو كل واحد يكون عنده pouvoir rotatoire تاعو اللي يكون خاص به. واش معناتها pouvoir rotatoire؟ هي القدرة على الدوران. القدرة على الدوران هذه عندها علاقة هاولكم لو بوفوار روتاتوار اي اكسبريمي بار لا رولاسيون. هاك كيف تجيكم لا رولاسيون هذه وتساوي لنا واش تساوي لك الفا على سي في ال. الالفا هي انجل دو ديفياسيون دو بلان دو بولاريزاسيون اون ديغري. هنا تكون بالديغري تكون بالدرجة وهي عبارة عن هي زاوية الانحراف. والسي هي لا كونسنتراسيون دو لا سبستانس اون غرام بار مليلتر. مليلتر سمعنا هي التركيز تاع الماده تاعنا هذيك. والال هي لا لونغور دو تيب اون ديسيمتر هي الطول تاع التيب تاعنا تاع الانبوب تاعنا اللي صرا فيه الانحراف بواش بالديسيمتر. هذا هو. هنا قادر مثلا يمد لكم الالفا ويمد لكم السي والال ويقول لكم حسبوا لي مثلا البوفوار روتاتوار تاع هذيك الموليكول ولا تروحوا نتوما تعوضوا برك وتحسبوا. ولازم تتولهوا ثاني للوحدات كيما السي لازم تكون بالغرام بار مليلتر وعندكم الال لازم تكون بالديسيمتر وعندكم الال لازم تكون الالفا لازم تكون بالديغري. Un mélange équimolaire de deux énantiomères est optiquement inactif. سمعنا كيما يكون عندنا خليط وفيه دو énantiomères يلك راهو optiquement inactif. ميلانج غاسيميك نقولوا عليه هو عبارة عن ميلانج غاسيميك وراهو optiquement inactif. D'une façon générale, tous les os sont optiquement actifs. قالك لنا جميع السكريات راهم optiquement actifs يعني تكون نشطة ضوئيا sauf le dihydroxyacétone qui ne possède aucun carbone asymétrique. يكون باللي ديهيدروكسياسيتون ما عنده حتى كربون اسيمتريك على بها نقولوا عليه بلي راهو موش اكتيف. راهو هنايا راهو اناكتيف. حنا عندنا شرط انه باش تحقق باش الموليكول تاعنا دير ان اكتيفيتي اوبتيك لازم تكون عندها او موان ان كربون اسيمتريك. مين ديهيدروكسي اسيتون ما فيها حتى كربون اسيمتريك على بها ما راهي اوبتيكمون inactif. Remarque, l'appartenance à la série D ou série L, كيكون بلي الانتماء إلى la série D ou la série L, est déterminée par la configuration spatiale de carbone l'avant-dernier هنا CN-A. كما قلت لكم قبيل نسبقت الأحداث وقلت لكم عليها باللي باش تعرفوا اسكو هذيك الموليكول ولا السكر تاعكم ينتمي لا سيري دي ولا لا سيري ال لازم تروحوا تشوفوا الموقع ولا الاتجاه تاع OH اللي لاصقه في الكربون اللي يكون ما قبل الاخير. قلنا اذا كانت متجهه نحو اليمين نقولوا لا سيري دي، اذا كانت نحو اليسار نقولوا لا سيري ال. L'appartenance à une série n'implique pas le sens de déviation de la lumière polarisée. Un composé de la série D peut dévier la lumière polarisée à droite, il sera D+. Il peut dévier la lumière à gauche, il sera D-. Et la même pour la série L. هنا قلكم ماشي يعني انه مثلا اللي ينتمي لا سيري دي يعني محتم انه يكون
تكون ديفياسيون تاع لا لوميير تاعو تكون ثاني تكون بوزيتيف. نو قادر تكون بوزيتيف كما قادر تكون نيجاتيف. قادر يكون ينحرف نحو يعني نحو اليمين، قادر ينحرف نحو اليسار. كما مثلا اللي ينتمي لا سيري ال قادر ينحرف نحو اليمين كما قادر ينحرف نحو اليسار. اسمع ماشي تلقاو واحد دي تقولوا صاي هذا بلوس هذا خلاص. قادر يكون دي بلوس قادر يكون دي موا. وكما ثاني ال قادر تكون ال بلوس كما قادر تكون ال موا. هنا على حسب الانتشار تاع لا لوميير تاعنا. Le pouvoir rotatoire est relié à la présence dans sa structure de carbone asymétrique. هذه ديما نقولوها ونعاودوها. قلنا بلي pouvoir rotatoire يتعلقنا بالاكتيفيتي اوبتيك، والاكتيفيتي اوبتيك تعلقنا بالكربون اسيمتريك. لازم تكون الموليكول تاعنا ولا سكر تاعنا يكون فيه او موان ان كربون اسيمتريك. سمعنا كيما مديلكم سكر تروحوا تشوفوا اول حاجه اذا كان فيه كربون اسيمتريك ما تقولوا سي بون هذا راهو يدير ان اكتيفيتي اوبتيك. بعد ما يدير اكتيفيتي اوبتيك ما يقدر مثلا كيما تجي ان لوميير راح تصرالو ان روتاسيون، راح يدور لنا، راح يسمع عنده ان بوفوار روتاتوار. هذه هي كيفاه. Si une molécule possède un plan de symétrie قالك إذا كان جزيئة تحتوي على المحور تاع التناظر ني با كيغال. مادام عندها محور تاع التناظر نقولوا عليها بلي راهي ني با كيغال دون لا بروجيكسيون دو فيشر. لو كومبوزي اي اناكتيف. سما كيما تكون كاين لو بلان دو سيميتري راح تكون ماهيش كيغال ورايحه تكون اناكتيف. سمعنا الكيغاليتي والاخر لاكتيفيتي اوبتيك راح يكونوا مرتبطين بعضهم. اذا كانت كيغال راح تكون اكتيف، اذا كانت ني با كيغال راح تكون اناكتيف. سور لا لوميير بولاريزي سي لو كومبوزي اي كيغال il est اوبتيكمون اكتيف. هذه هي. اسمع اذا كاين لو بلان دو سيميتري ما راحش تكون كيغال وراح تكون اناكتيف. واذا كان ما كانش لو بلان دو سيميتري راح تكون كيغال وراح تكون اوبتيكمون اكتيف. هنا مديلكم امثله باش تفهموا مليح حكايه هذه كيغال وماهوش كيغال واكتيف وماهوش اكتيف. هنا مثلا في الاولى قال لكم كومبوزي كيغال. بدم كيغال سما راح يكون اكتيف. واش قلنا قبيل؟ سما ما عندوش لو بلان دو سيميتري. كما يكون كيغال واكتيف ما عندوش لو بلان دو سيميتري. ديما الكيغاليتي والاكتيفيتي اوبتيك يكونوا مرتبطين بعضهم. هنا هم ما كانش بلان دو سيميتري. لو كان تروح تطبقوا على بعضها تلقاه ما يطبقش. بصح هذوك لي كومبوزي في لو كومبوزون في زوج هذوك واش راح تلقاوهم ني با كيغال وراح تلقاوهم اناكتيف. مي راح تلقاو فيهم لو بلان دو سيميتري. هذه هي. كنت تروحوا تطبقون فوق بعضهم راح تلقاوهم يطبقوا عادي. هذه هي. دوك نمروا الكيغاليتي. لا كيغاليتي اي لا بروبريتي جيومتريك هي الخاصيه الهندسيه كي كاركتيريز لا نون ايدنتيتي دان اوبجي اي سون ايماج. سمعنا ما يكونش كاين تطابق ما بين الشيء تاعنا هذاك والصوره تاعو دون ان ميروار بلان. فكما تحطوهم في قدام اون ميروار ما راح تلقاو لوبجي والصوره تاعو ما ينطبقوش. هذه هي واش معناها لا كيغاليتي. مثلا لا مان غوش اي لا مان دروات. مثلا لا مان غوش اي لا مان دروات كما تحكموا تقسموهم على زوج ما سما هنايا النص الاول ما يجيش ينطبق على النص الثاني. Une molécule qui possède un plan de symétrie ou un centre de symétrie n'est pas chiral. هذه مقبل احنا نقولوا في الحكايه هذه. ولكن ما يكونش لو بلان دو سيميتري ما راح يكون ما يكونناش كيرال، يكون ني با كيرال. وهنا يعني مدلكم جدول يلخص لكم واش قال لكم قبيل. لو بلان دو سيميتري كما يكون بوزيتيف معناتها راهو كاين، الكيراليتي تكون ما كانش والاكتيفيتي اوبتيك ما كانش. كما قلنا قبيل بلي الكيراليتي والاكتيفيتي اوبتيك مرتبطين بعضهم. كما يكونوا مع بعضهم كما ما يكونوش في زوج مع بعضهم. لو بلان دو سيميتري يكون ما كانش نيجاتيف، الكيراليتي كاينه والاكتيفيتي اوبتيك كاينه. هذا هو الجدول تاعنا. لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك تاع الميلانج. هنا باش نحسبوا لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك تاع نوعيه تاع الميلانج تاعنا كيف راح نحسبوه est égal à la somme des produits de pouvoir rotatoire spécifique des différentes composés multipliés par leur proportion respective dans le mélange. هنا بشرط انه x plus y est égal à 1. هنا كما تروحوا تحسبوا لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك تاع الميلانج تاعنا تاع الخليط تاعنا هذاك واش راح يساوي لنا. يساوي لنا مثلا كما
تحطوا مثلا في علبه، مثلا مثلا حلوى مع شيكولا، باش تروحوا تحسبوا واش كاين في هذيك العلبه، غير تحسبوا عدد الحبات تاع الحلوى وعدد الحبات تاع الشيكولا. هكذاك لهنا في الميلونج تاعنا تروحوا تحسبوا لي برودوي تاع البوفار روتاتوار تاع لي كومبوزي هذوك اللي عندنا، تجمعوهم مع بعضهم وكل وحده تضربوها في النسبه تاعها، في النسبه تاع البوفار روتاتوار تاعها. دوك نعطيكم كيفاه. شوفوا مثلا في الميلونج تاعكم راح يكون عندكم مثلا اكس و ايغريك، هذا هو في الداخل واش كاين. تسمى باش تحسبوا لو بوفوار روتاتوار تاع الاكس بلس ايغريك، هذاك الميلونج تاعنا راح نديروا لو بوفوار روتاتوار تاع الاكس في الاكس هذيك بلس البوفوار روتاتوار هذاك اللي يجي بين حاضنتين وفوق 20، هذاك هو البوفوار روتاتوار اللي درناه قبيل تاع الايغريك، وتضربوا في الايغريك. شفتوا الاكس الكبيره والايغريك الكبيره واش معناهم النسب تاع البوفوار روتاتوار تاع كل واحد. هنا بشرط انه النسب في زوج لازم يساويو لنا واحد. هنا مثلا في تمرين قد يمد لكم مثلا بوفوار روتاتوار تاع الميلونج، بوفوار روتاتوار مثلا تاع لي كومبوزون هذوك اللي يكونوا من الداخل، ومثلا يقول لك اعطيني النسبه تاع هذا قداه والنسبه تاع الاخر قداه. هنا تروحوا ديروا بدلاله المجاهيل برك، خي اكس زائد ايغريك تساوينا الواحد، تما تقدروا تخرجوا اكس بدلاله ايغريك وايغريك بدلاله اكس وتعوضوا راح تلقاو النسب تاعكم. هذه يعني كيف راح تحتاجوا. ولا قد مثلا يمد لكم نسبه ويقول لكم اعطيني بوفوار، يمد لكم النسب في زوج ويقول لكم اعطيني البوفوار روتاتوار تاع هذاك ولا البوفوار روتاتوار تاع الاخر. هذه يعني الطريقه كيفاه تكون، وفي التمارين تكون هذه الفكره كاينه في التمارين تاعكم. رايحه نحبس لكم في النقطه هذه، المره الجايه باذن الله رايحه نكمل لكم الكور تاعكم. خوتي اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتابونيو في لاشين، وان شاء الله تستفادوا منه، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش هك يعني كامل تفهموا. واذا عندكم اي استفسار ولا اي سؤال خلوه لي في لي كومونتير، باذن الله راني رايحه نجاوب عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.